السلام عليكم طلاب. راح اشرح لكم طريقة رسم المقاومة. هنا طول المقاومة عندنا 12 وارتفاعها كله لفوق والجوا يكون مجموع الارتفاع مالتها 4 ملم، يعني راح تصعد عندنا فوق وتنزل عندنا جوا 2 وتصعد فوق 2. شلون راح نرسمها؟ نجي نقيس من هذا الخط لجوا، نقيس 2 ملم ونخلي خط خفيف كلش، يعني تقريبا هاي 2 ملم، ونخلي خط خفيف كلش على قد الفراغ بس احنا نشوفه. ولي فوق ايضا نقيس 2 ملم ونخلي خط خفيف. هذا الخط خفيف اني طوخته حتى تشوفوه بالتصوير. هاي المقاومة راح تصعد عندنا من هنا لهنا، نخلي لها نقطة، نقيس 3 ملم وايضا نخلي نقطة، ونقيس 3 ملم ونخلي نقطة، صار عندنا شقد 3 نقاط. بين كل نقطة ونقطة من هنا نخلي جوا نقطة بالخط الأسفل، يعني هنا وهنا وهنا، 3 فوق و3 جوا، بس مو وحدة مقابل وحدة. هسه شو نسوي؟ نوصل بيناتهم، هاي وحدة، هاي 2، هاي 3، 4، 5، 6. تمام، صارت عندنا مضبوطة. بس اني بدون مسطرة وصلت وطلعت مرتبة، انتو توصلوها بالمسطرة هم تطلع عندكم بعد ارتب والخط ينمسح. انت اذا سويته خفيف كلش بس انت تشوفه بسهولة، بس راح تمرر عليه المساحة ينمسح.